الماسورة دي أجيبها لمّا أكون هاعمل المحشي، علشان هي اللي بتدّيني التكّاية للمحشي بسم الله ما شاء الله. تعالَ نبدأ الفيديو مع بعض، وهنا أول حاجة أنا هاعملها هاحط اللحمة وهاحط الماسورة بتاعتي في على النار، وهاسيبها تستوي مع نفسيها، لإن اللحمة بتاخد وقت معايا، يعني بتاخد حوالي ساعتين، ساعتين ونُص، على حسب قطعية اللحمة وعلى حسب اللحمة إن كانت كبيرة والّا صغيرة، فهي بتاخد وقت شوية على النار. فأنا أول حاجة هاعملها هاعلّق اللحمة بتاعتي، بس هاغسلها كويس خالص زي ما أنتم شايفين. والله هي ما كانت محتاجة غسيل، لإن اللحمة نفسها نضيفة جدًا، جدًا، وكانت يعني صل كنا على جايباها محمد. الصبح عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت يعني إيه ما واخداش نُص يوم ولا في آخر النهار والكلام ده، أنا جِبتها الصبح. ما شاء الله هنا أنا حطيت أول حاجة باحط المواسير معايا، لإن ما ينفعش إن هي تبقى إيه من فوق، وبعدين باحاول إيه أحط اللحمة كده على الجناب. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات، وما تنسوش تسيبوا لي تعليق. أنا والله العظيم بافرح جدًا لمّا بالقى كومنتات، وبافرح لمّا بالقى إن أنتِ عاملة لي لايك، ما تبخليش عليَّ بلايك. أنا باعمل لِك الفيديوهات البسيطة الحلوة، ويا رب تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي. عندي هنا أنا علّقت حلة تاني، يعني حطيت حلة تاني على النار فيها مَيّة، وحطيت فيها شوية ملح، دي طبعًا اللي هاسلق فيها الكرنب. باحط شوية ملح كده بس مش أكتر من كده على النار. طبعًا هنا أنا بشرت البصلة بتاعتي علشان أعمل برضه أسوي التقلية بتاعتي، وباخلّيها تتسبّك كويس خالص. باحط هنا معايا السمنة، وباحط ملح، وباحط هنا شوية زيت يكونوا حلوين. والبصلة يا جماعة في المحشي لازم تكون كتير، البصلة لازم تكون كتير، هي البصلة والخضرة، الخضرة ثم الخضرة. طبعًا أنا هنا حطيت الحلل على النار، الحلة اللي فيها اللحمة سِبتها مع نفسها، وبعدين الحلة اللي هاسلق فيها الكرنب برضه سِبتها عقبال ما تغلي، والبصلة كمان حطيناها على النار، عشان لازم نستفيد بالوقت وما ناخدش وقت معانا في الأكل يعني. طبعًا هنا أنا خرّطت الملوخية جرطفتها وغسلتها كويس خالص، وحطيتها على الصينية وركنتها على جنب. هنا هاغسل الطماطم معايا كويس خالص، والفلفل الحامي الرئيس معانا في الأكلة الجبارة دي. يعني بصراحة هو ما بيخلّيش الأكل يعني spicy خالص أو حراق خالص، يعني هو بيدّي كده تكّاية في الأكل. طبعًا هنا أنا البصلة بتاعتي اتحمّرت خالص، وبعدين حطيت هنا زي ما أنتم شايفين الطماطم بتاعتي. هاحط هنا هانزل بمرقتين دجاج، وهانزل عندي بشوية توابل، أي توابل عندِك حطيها، كتّر من الكزبرة الناشفة. حطيت التوابل اللي عندي وسِبتها تتسبّك كده مع نفسها. جِبت عندي هنا الكرنباية بتاعتي، كان فيهم واحدة متقطّعة كده ما عجبتنيش خالص، بس الحمد لله يعني لمّيت الدنيا وعرفت إيه، إن أنا أقدر ألفّها يعني. عندي هنا بعد كده طلّعت الورق الأخضر اللي أنا مش هاستخدمه معايا، وبعدين زي ما أنتم شايفين أنا باحاول أجوّرها كده في النُص، علشان خاطر الورق يطلع معايا وبكل سهولة. صلّوا على النبي يا جماعة في الكومنتات، ما تنسوش صلّوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعوا قناتي إن شاء الله علشان يوصل لكم كل جديد. قناتي جميلة خالص والله، أنا بانزّل فيديوهات حلوة